بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو يا جماعه ده تكمله الفيديو الثاني بعد ظبط ترس الاتزان. طبعا احنا شفنا في الفيديو اللي قبل ده شفنا المكنه كانت بترعش ازاي، ولما كنا بنحط الكوبايه كانت الكوبايه ايه اللي بيحصل فيها. دلوقتي هنبص مع بعض ونشوف بعد ظبط ترس الاتزان ايه اللي حصل معايا. نبص هنا مع بعض. تعالى يا محمد هنا. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه الكوبايه طبعا احنا في الفيديو اللي قبل ده حطينا الكوبايه والكوبايه ما ثبتتش. هنشوف الفيديوهين هيترفعوا مع بعض، هتشوف قبل ترس الاتزان وبعد ترس الاتزان. طبعا كده الرعشه منعت معايا من الموتوسيكل نهائي، وده طبعا كان خطا فني ان ما ظبطش التقسيمه. وزي ما قلت ان من اكبر الاضرار هي عدم ضبط تقسيمه ترس الاتزان، وممكن تدخلنا في مشاكل كبيره جدا احنا مش في حملها. زي ما احنا شفنا الكوبايه اللي احنا عاملينها في الفيديو اللي قبل ده كده الكوبايه ثابته في مكانها. كوبايه يا جماعه فاضيه عشان ما حدش يقول ده فيها حاجه ولا الكلام ده. زي ما احنا شايفين كده طبعا اللي هزه راحت من المكنه نهائي، مفيش اي زنه ولا في اي رعشه في الموتوسيكل. وبكده يا جماعه ده كان فيديو النهارده ليكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنساش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس.